أجر محل إيجار قديم والآن المحل مغلق منذ سنين، ماذا أفعل مع المالك؟ اديهوله يا ابني، اديهوله للمالك، ما هو المالك هو حر التصرف. الإيجار التأبيدي ده بدعة مصرية، القانون المصري خالف الشرع فيه. مفيش حاجة اسمها إيه إنك أنت تؤجر، أصلا عقد الإيجار عقد مؤقت في الشرع الشريف كده. مفيش حاجة اسمها عقد مؤبد ويورث. هو عملوه المصريين إيه بس لظروف معينة في أزمة السكن، فقال لك لما يجي واحد يموت وكان ساكن في سكن ونقول له ده مؤقت ولاده هيتشردوا وقد لا يجدوا. في كانت أزمة سكن أيام جمال عبد الناصر، كان في أزمة سكن شديدة وما كانش في حاجة اسمها شقة للإيجار، دي ما تلاقيهاش، واخد بالك، وكانت في أزمة كبيرة. فإيه طلعوا القانون ده، جعلوا عقد الإيجار مؤبد ويورث لأول إيه، لأول إيه، لا لأول نسل، مش للأحفاد، للأبناء بس. فأنت طالما المحل أبوك أجره وأبوك مات، المفروض ينقضي عقد الإيجار إما بالمدة المحددة أو بوفاة أحد الطرفين. ده المفروض الشرع كده بيقول. فأنت المفروض تديه للمالك ده من يوم وفاة والدك. ماسكه ليه؟ المالك بيطلب حقه، كل ما تيجي تفتحه يقول لك لا مالكش حق، أنا كنت مأجره لأبوك وأبوك مات، ادهوني، ده ملكي. أنت تحب يبقى المحل ده ملكك وتأجره لواحد يتحكم فيك بعد كده أولاده؟ عامل الناس كما تحب أن تعامل. ما تستغلش القانون انه ايه في ايدك، قد يكون القانون جاء لضرورة، والضرورة على قدر ايه، تبيح المحظور على قدر الضرورة. فإن لم يكن لك ضرورة ما تستعملش القانون، وإلا كأنك بتاكل الميتة وأنت عندك حلال. فأنا رأيي تديله المحل طبعا.